بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. عملت صينية الفراخ بالخضار، كل الخضار اللي عندك حطيه. وعملت الملوخية الخضراء يا جماعة، وطبعا عاملين رز بشعرية جنبهم وبألف هنا. صينية البطاطس طلعت من الفرن بالخضار كده، بالبطاطس بالخضار كله زي ما انتم شايفين كده، عسل عسل عسل. وهنا الملوخية جميلة. يلا بينا نشوف احنا عملنا الجمال ده ازاي. يلا يا حبايبي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. النهارده هعمل صينية خضار يا جماعة في الفرن بالفراخ، تحفة تحفة تحفة. جميع الخضار اللي عندك، بسلة وبطاطس وكوسة وجزر، كل الخضار اللي عندك حطيه. انا عملتها من قيمة كام يوم بالبطاطس بس والجزر وانطلبت مني تاني بالطريقة الحلوة دي يا جماعة. شوية خضار، عسل العسل العسل. كده بقى متبله الفراخ قبل ما احطها على الوش الصينيه. متبلها الاول بكل التوابل الحلوه، ومخليها غسيل فل فل. وكده هحط الطماطم عليها بقى، ونبدا نشوف هنعمل ايه. اهو يا حبايبي كده اصفي عليها الطماطم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. هصفي عليها الطماطم بالطريقه دي، لان فيه طبخات يا جماعه التفل بتاع الطماطم ما ينفعش خالص يتحط على الاكل. في طبخات كده ما ينفعش، لازم الطماطم تتصفى. والصينيه دي تصفي لها الطماطم، تبقى عامله زي بصي حنه كده عسل. ليه؟ لان الطماطم بتاعتها متشال التفل منها بالطريقه الحلوه دي. بسم الله الرحمن الرحيم. هخلص وارجع لكم. اهي يا حبايبي كده حطينا عليها الطماطم. هنحط عليها بقى حبه ملح كده بالطريقه الحلوه دي. تمام. وهنحط حبه فلفل اسمر. بقى انا متبله الفراخ كمان بفلفل اسمر بالطريقه دي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. وهنحط لها حبه كمون بالطريقه الحلوه دي، حبه كمون كمان كده. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. حلو كده. وهنحط حته توم مفروم. من حته التوم دي يا جماعه، يعني بص مش عايزه اقول لكم 3 4 5 فصوص توم كده مفرومين اهي. نحطها كده اهو كده. حته تومه كده بتوديها في مكان تاني خالص. تمام. هنبدا بقى نرص الفراخ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. كده اهو. اهي يا حبايبي كده هي اترصتها الفراخ على وش الصينيه كده. هنحطها في فرن. هنحط عليها ايه بقى يا جماعه؟ شويه زيت. يعني بصوا قيمه معلقتين اتنين كده زيت، بس يلمع علينا الايه، الفراخ بالطريقه الحلوه دي. كده هناكل احلى صينيه بطاطس في الفرن وبألف هنا يا حبايبي. ولعت الفرن، حطها والفرن سخن، ونحطها بتاخد في الفرن يا جماعه من ساعه لساعه وربع او ساعه ونص بالكتير. تبقى تطلع بص مقرمشه وتحفه. يلا بينا نحطها في الفرن، وهنعمل جنبها رز بشعريه، وهنعمل جنبها ملوخيه. هي يا حبايبي صينيه البطاطس بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. حلوه قوي قوي في الفرن، جميله يا جماعه. جربوها بالطريقه دي هتاكلوا احلى بطاطس وبألف هنا. اهو يا حبايبي انا كده حطيت الشوربه للملوخيه، وخرجت الملوخيه كمان اهي. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. كده حطيت لها الشوربه. كده هحط لها بقى يا جماعه ايه، حته تومه صغيره كده مفرومه في الشوربه دي يا جماعه. بتخلي الملوخيه في مكان تاني خالص، بتخلي الملوخيه تحفه 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 وبألف هنا يا حبايبي. واللي يعجبه الفيديو يحطوا له لايك ويشتركوا في القناه عشان يوصلوا كل جديد. كده هنعمل الملوخيه الخضراء معاكم بطريقه حلوه تعجبكم خالص. اهو يا حبايبي انا كده حطيت الملوخيه في الشوربه. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. كده هنفكها بقى كده مع بعضنا كده اهو. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله بالطريقه الحلوه دي. وطبعا الملوخيه يا جماعه ما بتغليش، الملوخيه الخضراء ما بتغليش الطريقه الحلوه دي. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك اللهم بارك. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. صلى على النبي كتير يا جماعه، ناخد اجر انا وانت. بالطريقه الحلوه دي.
احلى ملوخيه خضراء تاكلوها من ايد ام حماد. وهنا حطيت لها التومه اهي، وهنحط عليها حبه كزبره ناشفه بالطريقه الحلوه دي. اهي يا حبايبي الملوخيه بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. خلاص اهيت، عايزاها بس تشيل شيله واحده بس، غلوه واحده بس مش اكتر من كده. لو فيها مكلكعه واهي تفك بقى، اما تغلي تفك كده تمام. وهنا عملت لها التومه بالكزبره بسم الله ما شاء الله اللهم بارك زي العسل. نبدأ نحط عليها كده. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك لنا فيه. بالطريقة الحلوة دي يا جماعة، دي الملوخية الخضراء. الله على الريحة، الله نفسي تشموا الريحة معايا يا جماعة بالطريقة الحلوة دي. الله طبعا عملنا رز بشعرية بالجمال والحلاوة دي كده. هنطفي عليها بقى ونغرف ونشوف الأكل. اهو يا حبايبي الفراخ طلعت من الفرن بسم الله ما شاء الله اللهم بارك زي العسل، والشاي احمر خالص اهي بسم الله ما شاء الله. والملوخيه الخضراء يا جماعه تحفه بمعنى كلمه تحفه. شفت الملوخيه جميله ازاي يا حبايبي؟ واللي يعجبه الفيديو يحط له لايك واشترك في القناه عشان يوصلوا كل جديد من اختكم ام حماد. وبالف الف هنا يا حبايبي. الطريقه دي جميله للملوخيه، والطريقه دي للفراخ بالبطاطس كده بالخضار حلوه قوي قوي كل الخضار. وبالف هنا يا حبايبي. واللي يعجبه الفيديو يحط له لايك واشترك في القناه عشان يوصلوا كل جديد من اختكم ام حماد. ان شاء الله اشوفكم في كل جديد بمشيئه الرحمن. مع الف سلام.